انا عايز اقول لك ان انا افتخر ان جلازنر يبقى عمي. يعني انت قصدك ان فعلا كان ارن سلوت وحش جدا الفتره اللي فاتت وهو جاء وضح الحاجات دي بالظبط كده. ستيف كان نجم الجوله اللي فاتت، جاب جونين وعمل اسيست لهالاند، خلاه يظبطك انت الاسيست ده. انا عايز اقول لكم بس ان احنا كنا بنتفرج على الماتش مع بعض وهو بتربل هالاند، فقعد طول الماتش لا تمام، انا اصل انا كنت وضعت التربله عشان انا قلت وضعت حطيت التربله على هالاند عشان انا تحت ولازم اعلى ومش عارف ايه، فهالاند عمل اسيست قال بس حلو قوي حلو. انا قلت بس بقى وقعد عاقل فشخ. اول ما هالاند جاب جون وقعد يتنطط، جاب الجون الثاني بقى اترمى نفسه من الشباك. انت بتعتمد انت اللي هتمنتج صح؟ عارف ليه؟ لان تشكيلتي اهي مش هحطها بقى. اقسم بالله ما في ولا بني ادم جاب نقط. يعني انا عندي الفيرود اللي هو كسر الدنيا، بتروفيتش جاب 3 نقط والباقي كله اتنينات. انا كابتن يوسف جبت 75 نقطه الحمد لله. عملت تبديلتين الجوله اللي فاتت صفروني فوق. مشيت صلاح وماتيتا وجبت رايندرز وهالاند وكابتنت هالاند. مشيت ماتيتا ليه؟ ده لعيب محترم جدا، لازم نجيبه الاستوديو هنا تعالى ما نجيبش سيره ماتيتا. لا لسه هنجيب سيرته في قدام في الحلقه. والحمد لله جبريل عمل معايا الصح ودي كانت تشكيلتي. وطبعا انا مش قادر طبعا تحطها طبعا انا مش قادر اهزق السكاوت تيم عشان لسه احنا بنصور قبل ماتش ايفرتون وويست هام، فمش عارف اهزقهم، مش عارف اقول ان انا جبت اعلى منهم، بس انا متاكد ان وقت ما انت تشوف الحلقه دي هتلاقيني جايب اعلى من السكاوت تيم برضه. عايزين نظره سريعه كابتن على الجوله اللي فاتت. يلا هنبص نظره نبص يعني هنبص يا عم ما تخليش فوز برينتفورد على مانشستر يونايتد يقنعك ان برينتفورد فرقه. لا فرقه. اسمع اللي بقول لك عليه بقى، فرقه. اشتري مني. اشتريت. ما تخليش الفوز ده يقنعك ان هم فرقه، والله فرقه جامده. هو بس اللي لفت نظري يا كابتن يوسف من برينتفورد ان هم على ارضهم كويسين لحد ما، يعني هم جمعوا 7 نقاط على ارضهم هذا الموسم. انما ما تطلعش منك ان هم ما خسروش على ارضهم، مش عايزه تطلع منك. لا ما خسروش على ارضهم، طيب بس قصدي ان هم كسبوا ماتشين على ارضهم وتعادلوا واحد قدام تشيلسي، فاهم؟ او ما خسروش يا دي النيله. فالمهم يعني برينتفورد على ارضها فرقه رخمه قويه. طب هتلاعب السيتي الماتش الجاي على ارض مين؟ على ارضها هتخسر. دي هتخسر. ليه بقى؟ دي هتخسر عشان معاك هالاند. انا بقول لك ايه، انا هتربله الجوله الجايه. انا الموسم ده اقسم بالله العظيم انا جاي هالاند. ايوه انا جايب هالاند. انت لولا هالاند كان زمانك 6 مليون و874 بس بقيت 500,000 بسببه. بص يا كابتن خالد، قلت لك ان انا شخص ما بنسقش ورا كلام الناس، ولكن انسقت ورا كلام الناس في حاجتين الموسم ده. اول حاجه ان انا اشتريت جواو بيدرو من اول الموسم. تاني حاجه ان انا تقبلت هالاند الجوله اللي فاتت، الحمد لله انا تقبلت هالاند. الحاجه الثانيه بقى ان انا معايا جواو بيدرو، ولكن احنا كلنا معانا جواو بيدرو. طب يا جدعان هو بيعمل ايه؟ بقاله 4 جولات ما شاطش كوره على الجون. امال بيعمل ايه في الماتش بالله عليك؟ انا ما اعرفش، بس ما يشوطش كوره على الجون. طب انا هحتاج منه ايه بقى؟ هيوصل لي سامبا. حاسس ان ماريسكا مش ظابط الدنيا، مش ماريسكا كويس. لا عليك شيلها والله، ادفع نص عمري بس تشيلها بالله عليك. انا شايف فعلا ان الكيرف بتاع تشيلسي في النازل. كمان عندهم ليفربول الجوله الجايه بجد تكتيكيا كل حاجه والله. على النقيض تماما بقى برايتون مع هازلنط. اوف لا فرقه رهيبه والله، فرقه رهيبه وجدولها الفتره الجايه حلو. لازم تبدا ايه ده ليفربول يا كابتن. انت شايف ان ده حق ربنا ان هو الكيرف كان بينزل وجيت اللعبه دي او الماتش ده وقضى عليهم وبين ان هو مدرب ما كانش ماسك الدنيا كويس. انا مش متفق بقى معاك. الله اكبر. تقول لي ليه مش متفق معاك؟ لان بطريقه ما لاول مره ليفربول يبدا بالتشكيله اللي المفروض يبدا بيها كل ماتش. في ماتش كريستال بالاس تتفاجئ يعني العميل دبل او 7 يبدا. تتفاجئ من حاجه زي كده والله العظيم ما بهزر. وهتشوف ان هي دي التشكيله اللي هيثبتها. اراهنك على اللي انت عايزه ان جاكبو هيبدا الماتش الجاي. المهم ان انا عايز اقول لك حاجه، كريستال بالاس كانت في احسن ايامها في الدنيا كلها. لا هي مستوى حلو من اول موسم. في كذا لعيب من ليفربول ما كانش في مستواهم خالص. كوناتي قدم اسوأ ماتش ليه من اول الموسم. برادلي كان وحش جدا لدرجه ان هو يعني اخد باله من حاجه زي كده وطلعه. صلاح بغض النظر عن التكتيك والتحركات وبتاع، صلاح فعلا مستوى وحش، يعني فعلا لعيب عمل ماتش وحش جدا. وما اعتقدش ان الحاجات دي كلها هتتجمع في ماتشات ثانيه. سيمينيو وسينسي اشمعنى؟ عشان الاثنين دول بجد ارقى وانضف اثنين في اللعبه. سيمينيو في 6 جولات ما بلانكش غير جوله واحده بس،
سينسي في ال6 جولات عمل المساهمات الدفاعيه وهو اعلى مدافع تحقيقا للنقاط في اللعبه هذا الموسم. دي مفاجاه، الاثنين مش معايا. ما عشان كده ما انت بدات الحلقه بايه؟ بان ما فيش حد عندك بيعمل حاجه غير هالاند، ما عشان ما عندكش سينسي وسيمينيو. والله العظيم طيب الذكر وسيرته لما بتيجي بحس ان انا بني ادم جميل كده. هالاند السنه دي شايل السيتي على اكتافه يا كابتن خالد، وهو فعلا اللي بيكسبهم، مش مجرد ان هو هداف وبيحط جوان وخلاص، لا هو فعلا اداؤه كويس جدا في الملعب ومركز، والسنه دي مختلف تماما. انتحار يعني لو مش معاك. ساندرلاند تستمر في الاداءات المميزه، واتكلمنا الحلقه اللي فاتت وعرضت لك وقلت لك ساندرلاند فريق قوي جدا، وعشان مش معنى ان ساندرلاند فريق قوي ان احنا نجيب منه حد، لا خد بالك من الفرق اللي بتلعب ساندرلاند. وقد كان ادت نوتنجهام 1-0 وعملوا كلين شيت، وعندهم روفس احسن حارس في الدوري دلوقتي من حيث كل حاجه. ساندرلاند اللي يلعبها اقلق منه. توتنهام ما بتعرفش تقريبا تكسب على ملعبها. توتنهام تقريبا ما بتعرفش تهاجم. لا هي مش تقريبا، هي ما بتعرفش تهاجم بجد قطعا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ تعالى لي استراليا نيتن يا منتن انت. مين الاسترالي؟ الحكم استرالي والله. والله ومشجع ليفربول، انت عارف كده؟ يعني هو ممنوع يحكم اي ماتش ليفربول. والله. طب ما هو ممكن يعني ممكن يعمل كده بطريقه عكسيه. ما عمل اهو. ايه ده؟ هي دوري انجليزي. طبعا انت هتجيب اللقطات من كل حته. في ماتش ليفربول مارادونا يعمل اسيست بايده والحكم يقول لك لا ما فيهاش حاجه وتعدي عادي. دييجو شفتها ماشي. يد السماء دي يد نجريج دي، عمل بيها كده ولا الحكم شاف، يقول لك لا 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 ما ليس هناك لمسه يد، مش عارف ايه اللي بيحصل ده يا كابتن. هبل الصراحه. مسرحيه اشتغلت. طب شويه نصايح بقى يا كابتن للجوله الجايه. يا ريت النص لايس. ايه الوحيد اللي ما بيفرقش معاه جدول؟ مين؟ هالاند. هاتوا كابتنه، ولو معاك كابتنه وما تجيبش حد غيره من السيتي، وما تجيبش دفاع من السيتي. بجد هدوا نجوم عادي جدا يعني. ماشي، ما انا ليه بقول لك ما تجيبش حد كده؟ ده اسمع اسمع بقى وافهم. ليه بقول لك ما تجيبش؟ لان هم عندهم 3 جولات الى حد ما كويسين، بعد كده مدعكه. دعكني شكرا. بس تجيبوا 3 جولات هاتوا حلو. انما هالاند سيبه طول الموسم بقى خلاص. اثبت نفسه يعني بالنسبه لك. بالنسبه لي اثبت نفسه. احنا هنتكلم في منطقه شائكه جدا يا كابتن خالد. طب بالله عليك بسرعه، نبيع صلاح. مين اللي هيبيع؟ انا بعته خلاص. ما احنا خلاص، انا دلوقتي ده اعلان للناس كلها ان هي تبدا يلا تبيع صلاح. دي البدايه يعني، وهي بدات من عندك. الحمله كانت كويسه جدا يعني الحمد لله. بس انا عندي نقطه بسيطه جدا. ممكن تدي له فرصه ماتش تشيلسي. اشمعنى؟ احساس لعيب فانتازي هيجيب نقط. مجرد احساس يعني إحساس. الناس تضيع 14 مليون ونص على احساسك. كل الارقام بتقول انك تمشي صلاح وكل الماتشات رخمه جدا، وخلاص اصلا افريقيا بدات خلاص قربت اهي. انت بداتها بدري انت يعني يعني قصدي في توقف وشهر فايه 4 ماتشات مثلا. سيبوا بس الماتش ده وبيعوا بجد. انا بيعوا انا كمان اصلا. ارسنال يا كابتن يوسف في اول 6 جولات كان اصعب 6 جولات لفريق عامه، يعني ده كان ارذل جدول ارسنال، ولكن عدوا بيه بنقط كويسه. قصدي اللعيبه فانتازيه، يعني مثلا عندك جابرييل جاب نقط كويسه، ايزي اسيستين، جوكريس 3 اجوان، فالدنيا الى حد ما كانت مقبوله شويه مع الكلين شيتس اللي عملها المدافعين، كانت مقبوله شويه. الفتره الجايه بقى في حلاوه، يعني انت دلوقتي هتجني ثمار ما زرعته، فلازم يبقى عندك 3 من ارسنال. اقاويل كتيره بتقول انك تخلي الدبل عندك من الهجوم وليس من الدفاع. ليه بقى؟ يقول لك ارسنال بيقفل حلو قدام الفرق الكبيره، لكن قدام الفرق الثانيه بيبقى فاتح دفاعاته وممكن يلبس جول. ده راي يحترم. تقول لي انت هتعمل ايه؟ اقول لك انا هعمل بالراي ده. اعتمد على واحد بس في الدفاع احسن، جابرييل مهم جدا، او تمبر. في الهجوم ساكا رجع وهيكون من الديفرنشالز الهايله جدا، وطبعا ايزي وجوكرز. عايز برضو تحدي الكابتن يوسف ان مسكان نونو سانتو لويست هام. انت قلت ايه؟ مسكان اللي هو مسك، يعني ايه التحدي بقى؟ مش هيفرق اي حاجه قدام ارسنال. يعني انت قعدت والراجل ده الناس كلها مش هيفرق اي حاجه بجد، ولا هيضايق ارسنال ولا اي حاجه. ياكلوا 5 كالعاده يعني. وساكا بيحب جدا ويست هام. انت ميلان. ما تبقاش اهوج وتجري تجيب واتكنز وتقول ايه ده بدا يجيب لنا نقط اهو، يعني انا صبرت عليه واول ما مشيته جاب نقط وكده هتجيبه، مش هيجيب لك نقط، فما تجيبوش. عايزك كابتن يوسف تمتعنا كده وتطرب اذاننا كده وتقول لنا قد ايه نقط المساهمات الدفاعيه فرق معانا السنه دي. انا
ما هقول لك انت بالذات بقى سالتك انا عشان انت الوحيد اللي مش جايب ولا مدافع بيعمل مساهمات دفاعيه، فقد ايه حقيقي. ده فشخك يعني. انا كنت عايز اعمل تشكيله، قال لك ايه بقى، اي فيتشر جديده في اللعبه ما بثقش فيها مش عارف ليه لحد ما اشوفها بعيني. فكنت مستمر على السنين اللي فاتت ان انا بحب اجيب اللعيبه المدافعين اللي ممكن يبقى عندها مساهمات هجوميه، ممكن يعمل اسيست، ممكن يعمل جون، يعني يا اما دايما هتلاقي في فرقتي يا اما باك يمين او باك شمال او مدافع هدته حلوه. السنه دي بقى شحه، فانا ولا اخدت مساهمات هجوميه من الشباب الحلوه دي وفوتت كل المساهمات الدفاعيه. فده انا بقول لك من راجل خبره يعني واقع في المأزق ده. دور على اي مدافع بيعمل مساهمات دفاعيه وراح اشتريه، سينسي، اندرسون، جيهي بتاع كريستال بالاس، ريتشارد، تاركوفسكي، هات 3 من دول. انا اسف يعني ان انا هقول كده، بس لو معاك ماتيكا ما تمشيوش. الماتش اللي فات قدام ليفربول بتمزج كرة في العارضة، انفرادين مضيعهم. طب كل ده يدل يدل ان هو بيوصل. الله، طب ما يوصل ما هيوصل، هيحط صاحبي وهيحط الجاي. وطبعا مش لازم افكرك ان لازم يبقى عندك حد من دفاع كريستال بالاس. بجد. انا برجح انا ريتشاردز طبعا قلب الاسد طبعا. حبيب جو. نقول نقطه على برايتون، ان احنا قلنا 200,000 مره ان هي النقط بتاعتها بتبقى متوزعه، وزي ما شفنا الماتش اللي فات كل واحد هيطلع يقول لك انا كابتن اجيب جون في كل جوله، فانت مش هتقعد بقى تنخور وراهم. صح. ممكن اللي تجيبه هو دوكوبيه المدافع الواد الباك الشمال، محترم وجميل والى حد ما اداؤه ثابت. انما بقى هتروح تجيب لي مهاجمين، منت هيعمل شويه، ميتوما هيعمل شويه، ويلبك هيتالق ماتش. فبقول لك ايه، اتفرج عليهم واستمتع وابعد عنهم. تشكيلة الاسبوع السابع مقدمة من كيجي كورة. احنا اخترنا فرقه احنا شايفينها ان هي مش هتقل عن 80 نقطه. حلو، ماشي، قلل شويه، قلل شوية. احنا شايفين ان هي مش هتقل عن 70 نقطه. احنا كفريق عمل في البرنامج شايفين ان هي مش هتقل عن 65 نقطه. اعتمدنا على مين؟ سامعك اللي كنت عمال بتغني وتقول مواويل وترد على نفسك وتقول ما تعتمدش على دفاع السيتي. ممكن تقول لي قلت ايه وضحت. قلت لانه ما عندهم 3 جولات كويسين و3 جولات صعبين بس. انا قلت لو عايز تعتمد على 3 جولات اعتمد عادي يا باشا. فانت عايز تجيب اكتر لعيبه هتجيب نقط الجوله دي بس. الجوله دي بس. لو انت بتعمل فريت عندك مثلا عايز تعمل ترانسفير، هات من ال11 اللي احنا قلنا عليهم. سمعني الدفاع. اعتمدنا في حراسه المرمى على دونا روما، خط دفاع من اليمين للشمال اعتمدنا على دان بيرن من نيوكاسل وفان ديفين من توتنهام، لان توتنهام دفاعيا اقوياء جدا لكن مش مقياس خالص اللي حصل في ماتش ولفرهامبتون. والاخير وهو احسن مدافع في اللعبه واحسن مدافع في العالم هو جابرييل ماجالايش. نص الملعب هقول لك انا اعتمدت على مين بالظبط وشايفين ان هو هيبقى ديفرنشال قوي جدا. ساكا لعيب. بعد ساكا هنحتاج رايندرز، واحد من السيتي يسند مع الهجوم، 2 في نص الملعب جنبهم ديفرنشال رهاب. ايه رهاب دي؟ رهيبين. عندك اسماعيل يسار وانتوني من بيرنلي اللي محقق موسم تاريخي. الهجوم عندنا كابتن خالد ناري، هالاند، جيوكريس وايزاك من ليفربول. خط هجوم جامد ده كابتن. مش هيجيب نقط بجد، مش هيجيب نقط. بص، جيوكريس جونين، ايزاك جون، هالاند جونين. انا افتكرتك انت هنكابتن مين الجوله السادسه من فانتسي الدوري الانجليزي. رجعوا للتيك توك وانا بقول ان انا متاكد ان جيوكريس مش هيعمل حاجه. بص يا باشا، عندك 3 اوبشن. هالاند قدام برينتفورد وانا هعملها. عندك ساكا او جيوكريس قدام ويست هام. اول حاجه بس مش هتغلط فيها يعني صلاح. ده كابتن اوبشن بجد والله. خدوا بالكم يعني احنا طول الحلقه النهارده ما قلناش اعمل لايك وسبسكرايب ولا قلنا اي حاجه من الكلام ده. فانا يعني مش هقول بقى خلاص. يا رب تجيبوا نقط كتير. السلام عليكم.